السلطات الأمنية بمدينة فاس تصطاد اليوم صيدا ثمينا بعد أن قدمت لها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة تمت في كمين محكم من إلقاء القبض على شخصين قرب السد القضائي طريق عين شقف براج الشرطة الموجود على قرب من الطريق السيار، حيث تمكنت من حجز 14 كيلوغرام من المخدر الشيرة إضافة إلى كيلوغرام واحد من المخدرات القوية الكوكايين، وحجز أموال ربما من عائد الاتجار بهذه المخدرات. فعلا كانت عملية ناجحة للسلطات الأمنية بولاية الأمن بمدينة فاس، وفتحت على الفور أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين والمتهمين المحتملين. حفظ الله شباب مدينة فاس وشباب المملكة المغربية من آفة المخدرات، وكل تحية للسلطات الأمنية والعيون التي لا تنام وتسهر على حماية الوطن والمواطن.